صباح الخير، صباحكم كله خير ورزق وبركة إن شاء الله. النهاردة وصفتنا عن البسبوسة، بس بسبوسة بطريقة مختلفة عن اللي إحنا متعودين عليها أو اللي شعبنا يعني المصري عارفها يعني. البسبوسة بتاعتي النهاردة بصوا مرملة وجميلة أوي ولونها حلو وذهبي كده. هنعمل النهاردة بسبوسة التمر. معانا كوباية من الحليب أو لبن البودرة المحموص، عليه كوباية من التمر منقوعة في ربع كوباية من المية السخنة تغلي، حطيت عليها ربع كوباية من السكر ونص كوباية من السمنة السايحة وعلبة قشطة وربع أو رشة بسيطة قوي كده من القرفة. تمام، القرفة اختياري. تمام، وهنضرب كل الكلام ده بقى مع بعض بالهاند بلندر أو في الكبة أو في الخلاط. تمام، هنا اهو كده الخليط بتاعنا بقى جاهز، بس انا حاساه تقيل شويه فهزود له ربع كوبايه من الميه. تمام، هنا انا حطيت ربع كوبايه من الميه وهبتدي اخلطه تاني لحد ما التمر بتاعنا يختفي خالص في في الخليط اللي احنا عاملينه مع بعض. تمام، يعني انا مش عارفه اوصفها لكم، بس هي بجد حلوه قوي وجميله جدا جدا جدا. حطيت كوبايه من السميد، من دقيق السميد. تمام، وحطيت عليها ربع كوباية من المية تاني وهقلب لحد ما السميد يختفي خالص في الخليط بتاعنا بتاع التمر واللبن البودرة المحموص اللي احنا قلنا عليه. تمام، بنحمصه على النار عادي خالص لحد ما يبقى لونه ايه بني فاتح كده. تمام، انا طبعا لما لقيت البسبوسة بتاعت ال10 دقايق جابت معاكم كده مشاهدة عالية وعجبتكم، فقلت ايه ننزل بالتقيل بقى. هي بجد حلوة قوي قوي. هنا كده كان في حبة من السميد ما اختلطش لسه، فرجعتهم تاني وخلطتها كويس. تمام، وزي ما احنا متفقين ان البسبوسة ما بتتقلبش كتير. تمام، الفرن بتاعنا شغال واحنا بنعمل في البسبوسة بتاعتنا يا جماعة. تمام، البسبوسة دي طعمها وريحتها قريبة جدا جدا من التوفي، فاهمني؟ هو بس الشمس كانت مغمقة لونها شوية، وده اكتشفته بعد ما صورت. هي لونها فاتح كده زي ما انتوا شايفين. تمام، هنا بقى هي في الفرن وانا هنا بجهز ايه، هسقيها مش بالشربات او الشيرة، لا هسقيها بالحليب المكثف المحلى، بس خففته بربع كوباية مية سخنة. تمام، عشان يتشربها، لان الحليب المكثف بيبقى تقيل شوية، فعشان البسبوسة بتاعتنا تشرب كده ويبقى طعمها حلو فخففتها شوية. هنا هي البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن لونها جميل. تمام، خدت بالظبط ربع ساعة. تمام، بس هنقطعها كده وبعدين نسقيها بقى بالخليط بتاعنا ده اللي هي حليب المكثف وخففناه بربع كوباية من المية السخنة. تمام، طعمها بجد حلو قوي قوي، وحلاوتها موزونة مش مسكرة خالص، بالعكس الحلا بتاعها موزون جدا جدا. هنا هي بتبتدي تتشرب بالحليب المكثف. تمام، هغطيها بقى شوية، طبعا احنا عارفين البسبوسة لازم نغطيها وتطلع معانا بالجمال ده. بصوا، وقعت مني بتاع 3 4 مرات تقع مني. تمام، كل ما اجي اخد قطعة تقع. هتطلع معانا بالجمال والحلاوة كده ومرملة ودايبة وحلوة جدا جدا. بصوا انا مهما وصفتلكوا يعني مش هقدر اوصل لكم الاحساس الا لما تجربوا، فجربوها وقولي رأيكم. اللي لسه ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام من جوستو فود، وادي اتكرر تاني اهي وقعت. من جوستو فود. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتابعوني على الفيسبوك والانستا. تمام، وجربوا البسبوسة اللي بالتمر دي بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا سلام.